السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات. يا رب يديمكم نعمة في حياتنا يا رب، ويخليكم لينا وما يحرمناش منكم ولا من سؤالكم ولا من تعليقاتكم ولا من كرمكم. النهاردة الفيديو بتاعي فيديو جديد اهوت، هنبدأ كده بيه ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم ابويا يا رب العالمين. بصوا كده، انا صحيت قلت ايه، الف لفه في الشقه. ليه بقى تلف لفه في الشقه؟ عشان انا كنت تعبانه، يعني انا سبب ان انا ما نزلتش معاكم فيديوهات وكده، انا كنت تعبانه شويه. طب كنت تعبانه عندي ايه؟ والله انا ما كنتش عارفه، انا كنت تمام زي الفل طول اليوم، يعني في اليوم اللي انا تعبت فيه اقصد، وكنت تمام طول اليوم. وفجاه لقيت نفسي بقى ايه، قمت كده صحيت، يعني بالليل كده نمت شويه بالنهار، يعني بعد ما خلصت الشغل نمت كده شويه، حسيت بدماغي تقيله فنمت. قمت صحيت بقى، عارفين اللي هو ايه، يعني عباره عن عظم بيتكسر. انا حاسه ان انا ايه، يعني عارفين انتوا ضلوعي كده من قدام من عند القفص الصدري كده، انا بص حاسه، يعني انا ممكن اعدهم لكم، يعني اعدهم كام ضلع بالظبط من كتر كميه الوجع اللي انا كنت في الوجع في الحته دي. كانت ضلوعي موجوعه جدا جدا جدا، تقريبا هو كان برد ودخل في العظم على طول مباشره بدون اي استئذان. فكنت بموت حرفيا، ما كنتش قادره انا، يعني لا بتحمل بصراحه، ممكن برد عادي يعني هعافر وهقوم وكده، لكن أنا لا اتحمل وجع ظهري ولا اتحمل وجع ضلوعي. يعني عامه البرد لما بيبقى في العظم انا بصراحه ما بقدرش، لان انا نسبه الكالسيوم اللي في جسمي قليله لابعد الحدود، قليلة جدا جدا جدا. فما بيجي البرد في العظم حقيقي ببقى خلاص، حرفيا انا ببقى ميتة، يعني انا ببقى قاعدة كده، إيه، جثة قاعدة، لكن انا لا قادرة اتكلم ولا قادرة اتحرك ولا قادرة اتنفس ولا قادرة اعمل اي حاجة، لان نسبة الكالسيوم عندي تعتبر يعني منعدمة. عارفين انتوا بقى لدرجة ايه؟ والله العظيم ما بكذب وحياة ربنا، هي تعتبر منعدمة. نسبة الكالسيوم عندي بصوا ضعيفة قوي 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 قوي. فعشان كده ببقى مش متحملة. فمهم بقى ان انا ايه، الحمد لله قعدت يومين كده مش قادرة خالص، يعني يوم كنت مسلمة خالص 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 خالص، واليوم اللي قبل منه كده كان من بداية ما دخل عندي التعب، يعني كان يوم ونص. يوم ونص دول بقى ايه اللي حصل في الشقة؟ والله ما اعرفش، هم جابوا عليها وطيها. هي الشقه كانت نضيفه، وهم مراعيين ان انا ايه قاعده لهم، عارفين انتوا اللي هو ايه، لا نخلي الدنيا هاديه شويه عشان ايه، هي قاعده وشايفانا، يعني عارفين انا ما كنتش بنام، ما كنتش بتحرك، ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا قاعده متكلفته بالبطانيه وقاعده بس عينيا عليهم، اللي هو بس هما بيعملوا حاجه غلط. انا يعني كنزي بتهري اختها ضرب، انا مش قادره اتكلم، انا مش قادره اقول لها اسكتي، يعني عارفين انتوا. وبابا قاعد عادي، يعني ما فيش اي اعتراض عنده، ما فيش مشكله عنده بالنسبه له، هما ياكلوا في بعض وهو ما فيش مشكله بالنسبه له. بس فقمت بقى اول ما الدنيا بقت تمام كده وحسيت ان انا تمام، قلت قوم بقى ايه، عشان هما كانوا يومين، يعني الحمد لله الحمد لله بجد. قمت بقى قلت كده لف لفه في الشقه، فقمت روقتها. انا كنت منضفاها كلها معاكم، فهي كانت نضيفة، يعني هي الشقة كانت نضيفة، بس هي كانت كراكبهم كتير جدا. فانا قمت لفيت كده ايه لفة، والغسيل دوت كنت نشراه، يعني اول يعني على الصبح كده، الصبح كان حوالي الظهر كده، بعد الظهر بشوية كده كنت نشراه، فاتلم وحطيت غيره. لان هو يعني الغسيل عندي ما بيقفش، انت تعبانه، انت عيانه، انت ميته، حرفيا ما لهمش دعوه، الغسيل ما بيقفش، الغسيل لازم يتقلع، ولازم يبقى عندي اهرامات غسيل وعادي يعني. فيومين ما غسلتش فيهم، فده كان موضوع، يعني ده كان حته تانية، يعني الغسيل راح في حته تانية خالص، والله في يومين اتنين بس الغسيل راح في حته تانية خالص. فهنا بقى قلت لا، لميت ونشرت على طول، يعني لميت الغسيل ونشرت الغسيل التاني على طول. يعني اول ما ابتديت شغل انا شغلت الغسالة، قلت تخلص
وبعد كده ايه يعني تكون خلصت عقبال ما انا ايه اكون لفيت اللفه بتاعتي في الشقه. فمسكت الشقه كلها روقتها ترويقه حلوه، والحاجات اللي وشفطت بالمكنسه، والحاجات اللي عايزه تتلمع لمعتها بالارض زي ما انتم ما شفتوني، والاوضه كذلك الامر، والاوضه التانية برضو نفس الحوار. فلفيت كده لفه حلوه في الشقه اللي هو ايه يعني اديتها روح بجد. اللي هي انا كنت حاسه ان انا عارفه انا قاعده انا وهي صعبانه عليا ايه اللي بيحصل ده يا جماعه. وكل شويه اقول لي كنزي يا اقول لا لمي الحاجه، بس انا بقول لها لمي الحاجه وانا مش قادره اتكلم، لمي الحاجه. وكنزي طبعا ما بتردش عليا يعني اساسا يعني. هي كنزي بتبقى سامعاني في الطبيعي، واللي هو الحمد لله يا رب هي عامله نفسها مش سامعه، والحمد لله ان هي يعني تعبانه، فهي مش هتقدر تنهد معانا كتير. بصوا بقى دخلت على المعركه الكبيره. بصوا بقى المنظر. بصوا طبعا انا عيالي مش هيعرفوا يعملوا كل الكراكيب دي، بس كنزي وباباها هم اللي عملوا ده. كنزي عليها تبهدل الكوبايات والمعالق، يعني هم دول اللي هي بتطولهم. بصوا المنظر. فكان موضوع ده. فطبعا ان انا كنت اصوره معاكم واعمل، فكان الفيديو كان هيطول فما رضيتش. بصوا هنا كنت انا نضفته وخليته بصوا زي الفل، خليته تمام التمام، ومسكت الارض مسحتها مسحه تمام وخليته زي الفل. وبص هنا بقى هنعمل الغدا بقى بتاعنا. طب هنعمل ايه؟ قلت بقى ايه اعوض اليومين اللي هما بجد اتشحوروا فيهم وما كانش فيه اكل، يعني اللي هو الاكل اللي هو جبن بيض بطاطس بس، فاهميني؟ فما يعني ما كانوا بجد يعني كانوا محتاسين كده والدنيا معاهم ما كانتش تمام. فهنا بقى حمرت بصلايه وحطيت عليها حته تومه وحمرتها، مش حمرتها يعني خليتها ذهبي، وبعد كده حطيت القوطه وبقيت البصل ني، وهنا معلقه صلصه. الصلصه ديت ماما ربنا يبارك لي فيها يا رب ويديها الصحه، هي اللي كانت عاملاها لنا. هنا بقى اهوت وحطيت الرز وهحط الخضره. هنعمل ايه؟ هنعمل محشي. الله على طول. قلت اعوضهم يعني اليومين اللي انا كنت مسلمه فيهم. قسما بالله العظيم انا كنت بعمل المحشي دوت، وكنت انا يعني عارفين انتوا اللي هو ايه انا تعبانه، بس اللي هو انا بقاوح يعني. انا بنضف كده وبعمل اللي هو انا ماشيه يعني. انا لو جبت لكم الفيديو بدون تسريع والله العظيم هتقولي انت ماشيه عامله كده ليه؟ ماشيه عامله زي بالكهرباء، ماشيه بالكهرباء. عارفين انتوا اللي هي بصوا تاتا. هنا كده كنت خلاص عملته وحشيته، وادي اهوت الفراخ بصوا كده وحمرتها. بصوا كان احلى غدا. الف هنا للي شاف والف هنا للي هياكل. وهنا كان الفيديو بتاعنا خلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.